أخيرا بينكشف السر وراء وفاة الست اخوات وابوهم في قرية دلجة بدير مواس في المنيا. تعال اقول لك ايه اللي حصل من كام اسبوع. طبعا خبر الوفاة اللي هز الصعيد كلها، الست اخوات اللي ماتوا في المنيا ومات بعديهم ابوهم، وكان عندهم الاخبار المتداولة يعني ان الموت بتاعهم جه عن طريق الحمى، وان هم اخدوا حاجات من مبيد حشري وحاجات سامة وتوفوا. ولكن أخيرا الحقيقة بانت وظهرت بعد طبعا تحريات الشرطة في الموضوع، واللي لقوا إن مرات الأب هي السبب، وهي اللي حطت لهم سم في العيش وماتوا هما السبعة. طب عملت كده ليه؟ لما عرفت إن جوزها دوت كان هيرجع لمراته الأولانية وخافت إن هو يسيبها، راحت حطت سم في العيش اللي بتحضره لولاده وبتحضره ليه، ومات الست اخوات مرة واحدة، ومات بعديهم الأب على طول. والغريب في الموضوع إنها كانت حاضرة الجنازة وبتعيط عليهم. بينطبق عليها المثال المشهور: يقتل القتيل ويمشي في جنازته. طبعا يعني الشرطة قدرت ان هي تقبض عليها وجاري التحقيق معاها، وبنسبة كبيرة قوي هتاخد اعدام. معرفش بصراحة الناس حصل في مخاخها ايه. انتوا قولولي في كومنتات انسب عقاب للمجرمة ديت ايه.